اخف واطرى عجينه ممكن تشوفيها للميني بيتزا، بجد اخف عجينه ممكن تجربوها. هنعرف كمان كل اسرار نجاحها، وازاي هي عجينه بسيطه جدا ما فيهاش لا بيض ولا زبادي ولا حليب، والنتيجه بتاعتها رهيبه ممتازه. هتكون طريه جدا معاكي بعد التسويه، لو جربتيها هتعتمديها على طول، تبقى هي الطريقه بتاعتكم وهتعملوها على طول بجد يعني. بس بقى قبل ما نبتدي، دي قناتي اشتركوا فيها ولايك وشير لو عجبك الفيديو. شايفين الجمال؟ بجد عجينه بسيطه جدا جدا وموفره جدا، وهتطلع معاكي ممتازه. لو عايزين بقى تشوفوا معايا الطريقه، يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه خالص هنعملها، هنجيب كوبايه ميه تكون دافيه مش سخنه ولا بارده، وهنحط فيها زي ما انتوا شفتوا كده كيس خميره، وهنحط معاه معلقه سكر، معلقه وربع سكر او معلقه كبيره. يا دي معلقه كبيره، حطيت كمان ربع. وهبدا بقى اقلبها كويس جدا بالمضرب. زي ما قلت لكم، ميه دافيه ومعلقه سكر كبيره والخميره، ونبدا بقى نقلب كويس جدا. طبعا انت لو بتستخدمي الخميره على طول هتعرفي ان هي سليمه معاكي. اول ما بتبدا بقى اصلا طلع فقاقيع كده، انت بتعرفي ان هي ايه، بقى يعني شغاله الخميره تمام. هنسيبها بقى كده حوالي من 5 ل10 دقايق، هغطيها واسيبها، وبعد كده ارجع لها. ابدا بقى احط بقيه المواد بتاعتنا دي. معلقه ملح صغيره، وطبعا كل حاجه بنحطها بنبدا نقلبها. وبعد كده بنحط زي ما انتم شايفين نص كوبايه زيت، يا اما كوبايه صغيره يا اما نص كوبايه زيت. ومعانا كمان 3 معالق حليب بودر. وبرده كل ده واحنا شغالين مع بعض في التقليب. كده خلصنا المواد بتاعتنا كلها اللي هي من غير الدقيق. هنبدا بقى نحط الدقيق بتاعنا. انا بستخدم دقيق اللي هو جميع الاغراض، جميع الاستخدامات، اي نوع بصراحه، يعني في انواع ممتازه كتير. هبدا طبعا انخله زي ما انتم عارفين من زمان، وانا بقول لكم اما نيجي نستخدم الدقيق بنخله مرتين، عشان لو في اي شوائب او اي حاجه بتروح معانا. دوت المقدار ده خد حوالي 3 كوبايات دقيق، او 3 كوبايات ونص كده تقريبا، اللي هو ما يعادل حوالي نص كيلو دقيق. وشوفوا هيعمل معانا كميه قد ايه، او انتوا شفتوا في الاول عمل كميه قد ايه. طبعا بلاقي العجينه لسه لينه معايا كده، ببدا احط عليها دقيق تاني. طبعا لو عندنا العجان بنشتغل بالعجان عادي، ما عندناش العجان بنعجن بايدينا، مفيش اي مشكله. الفرق بين العجان وايدك ان في العجان بياخد حوالي 3 دقايق، من 3 ل5 دقايق، لكن في ايدك بتقعدي تعجني حوالي 10 دقايق. لان طبعا من ضمان ان المعجنات تنجح معاكي انك انت تبقى حاطه خميره طبعا ممتازه، وانك انت تدي العجينه حقها في العجن. بعد بقى ما عجنتها في البوله بتاعتنا، انا هطلعها على الرخامه او على مفرش السيليكون بتاعنا دوت، واحط دقيق عليه وابدا اعجن تاني. زي ما قلت لك اديها حقها في العجين جدا، يعني حتى 10 دقايق او تدريب لدراعاتك وانت شغاله. تمام كده، رياضه. كل ما اديتي العجين حقه وانت بتعجنيه، كل ما بقى ممتاز معاكي واداكي النتيجه ممتازه. شايفين عامله ازاي؟ شايفين الجمال؟ طلع عجينه تحفه. بعد كده بقى هنجيب البوله بتاعتنا وندهنها زيت، ونحط فيها العجينه ونغطيها، ونسيبها مثلا من نص ساعه لساعه الا ربع. مش هنحط بقى كتير، ان الجو اصلا لوحده حر جدا، فهتخمر بسرعه معانا. هنغطيها بقى. انا غطيتها كده بكيس بلاستيك، وحطيت عليها الفوطه وسبتها حوالي ساعه الا ربع. ما نزودش عن كده عشان ريحه الخميره ما تطلعش. طبعا هي انا طلعتها دلوقتي وطلعت الهواء منها، قدامكم زي ما انتم شايفين. بطلعها بقى واحطها على المفرش بتاعي. شايفين الجمال؟ شايفين العجينه عامله ازاي؟ بصوا المنظر، ما بتقطعش، ما بتفرولش معانا. وزي ما انتم شفتوا مكونات بسيطه جدا جدا فعلا. اهي دي المكونات اللي سهله جدا تلاقيها في كل بيت. ابدا بقى ابططها كده بايدي او بالنشابه زي ما انت عايزه اهو. هبدا بقى افرد بالنشابه كده، نعملها دايره او مستطيل، اي حاجه. طبعا العجينه ماشيه معانا بسم الله ما شاء الله، فظيعه زي ما انتم شايفين. انا عندي القطاعات المدوره دي بقطع بيها. ممكن لو انت ما عندكيش قطاعات مدوره، ممكن بكوبايه تدوسي عليها جامد، او طبق صغير مدور. مش بالضروره يبقى عندك القطاعه، يعني ما تخليش حاجه تعطلك. انا عملت مجموعه الدوائر اهو، وبلم بقيه العجينه اللي عندي واحطها واغطيها على بال ما اشيل دول، اشيلهم من مكانهم وارجع ابطط بقيه العجينه، واخد من هفضل ورا العجينه كده لحد ما اخلصها كلها.
اعملها دوائر واخلصها كلها وايه، وهرصها بقى في الصاج بتاعي او في الصينيه دي. طبعا بعض التوبنج او الحاجات اللي هحطها فوق الوش، عندك اي حاجه بقى في التلاجة. انا كان عندي شويه لانشون، وده فلفل اخضر وفلفل الوان، زيتون مخلي، وطبعا ايه الجبنه الموتزاريلا. طبعا يعني الجبنه الموتزاريلا دي ما ينفعش نستغنى عنها. دي الحاجات اللي انا ايه رصيت بيها. هبدا بقى اجيب الصينيه بتاعتي او الصاج بتاع الفرن، واجيب الميني بيتزا ارصها واعملها بالشوكه زي ما انتم شايفين كده. ليه بقى بنعملها كده بالشوكه في النص؟ عشان ما تقبش. لو احنا سيبناها مقفله كده هتقب من النص، هتعلى من النص، والطوبنج بتاعها يقع من عليها، والدنيا هتبقى مش تمام يعني. فلازم نخرمها من النص كده. انا هخرم الكميه كلها. هبدا بقى اجيب صلصه البيتزا بتاعتنا. وطبعا لو عايزين طريقه صلصه البيتزا سهله جدا، ممكن ابقى اعملها لكم في فيديو لوحده. انا عملت بالفرشه كده، حسيت انها مش بتحط صلصه كتير، فانا بايه بدات احط بالمعلقه. يعني طبعا الصلصه دي انتوا عارفين بتدي طعم كده، الزعتر بقى والحاجات بتاعتها دي بتدي طعم جميل قوي للميني بيتزا او للبيتزا عموما يعني. طبعا احنا عملنا البيتزا، عملت البيتزا معاكم قبل كده، وهبقى احط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، واحط لكم كمان في علامه الاي فوق. ابدا بقى ادهن كله كده بجد. ان شاء الله لو تابعتي القناه عندي باذن الله هتبقي استاذه باذن الله في المعجنات وفي الحلويات. وان شاء الله في كده مفاجاه هبقى انزلها لكم على المنتدى باذن الله. انتظروا بقى كلكم كده وايه، شوفوا الفيديو للاخر وبعدين انتظروا المفاجاه اللي هنزلها لكم على المنتدى. طبعا انا بحط بعد ما بخلص الاسهل انك انت بعد ما بتقطعيها بترصيها كلها، وبعدين بقى تبداي تحطي الصلصه عليها كلها، وبعدين تحطي الفلفل عليها كلها كده يعني بدل ما تحطي واحده واحده هتلاقي الموضوع متعب جدا بالنسبه لك، لكن ترصي كله مع بعض. هبدا بقى احط اللانشون زي ما قلت لك. اي حاجه عندك في التلاجة، ممكن جبن بس يعني تحطي مثلا جبنه رومي، تحطي شويه زيتون. انا زي ما قلت لك عندي لانشون، عندك فراخ، عندك تونه، زي ما انت حابه. طبعا الميني بيتزا دي من الاكلات المحببه جدا في الدراسه، محببه لو الاطفال في النادي بياكلوها. اكله خفيفه جدا جدا في الحر اللي احنا فيه ده، اكله خفيفه جميله يعني. وانا بجد عاملاها لكم النهارده باسهل وابسط طريقه، وهتشوفي ازاي طريقه، وانت شفتي في اول الفيديو هي ازاي طريقه وعامله ازاي معانا. وطبعا بعد لما بيتبقى منها حاجه ممكن تحطيها في التلاجة او تلفيها في كيس بالحشوه بتاعتها بكله، وتحطيها في الفريزر. بتطلعيها من الفريزر تحطيها في الميكروويف خلاص، ما يبقاش، او في الفرن لو ما عندكيش ميكروويف، في ثانيه بترجع طريه تاني. طبعا الرص بقى برضو بياخد وقت. زي ما قلت لكم قبل كده، بالنسبه للدقيق انت بتستخدمي الدقيق جميع الاغراض، والكيس يبقى مكتوب عليه من ورا استخراج 72%. اهم حاجه الكيس يبقى مكتوب عليه من ورا استخراج 72%. ده ممتاز. في بقى انواع كتير جدا، في انواع غاليه، انواع سعرها متوسط، انواع سعرها قليل. يعني بتبدا مثلا من 25 جنيه تقريبا لحد بقى في ب 40 جنيه، وفي ب 35، وفي ب 30، في ب 27 كده. بس اهم حاجه زي ما قلت لك يبقى جميع الاغراض استخراج 72%. لكن في بقى دي بيبقى متخصص للبيتزا، ده بيبقى غالي اكتر كتير يعني. فانا بصراحه ما بستخدموش يعني. انا في كل مخبوزاتي بستخدم الدقيق اللي هو جميع الاستخدامات استخراج 72%. بعد كده بقى بعد ما رصينا كله هنجيب الموتزاريلا بتاعتنا ونحط بقى على الوش كده شويه على كل واحده، يعني شويه مش كتير قوي طبعا. وطبعا اي نوع موتزاريلا طبعا تحبي تستخدميه. والموتزاريلا برضو لازم تكوني مطلعاها من الفريزر وتكون فكه، ما تستخدميهاش وهي مجمده عشان ايه تظبط معاكي. حطينا اهوت، هنغطيها بقى ونسيبها شويه برضو حوالي ربع ساعه تاني تخمر تاني، هتكبر بقى معانا. وهنحطها في الفرن على درجه حراره من 180 ل 200، ونسيبها حوالي ربع ساعه. هنطلعها من الفرن هنغطيها برضو 10 دقايق عشان ايه السخونيه بتاعتها تديها تاني، تقوم تديها الطراوه اللي قدامك اللي انت شايفاها دي. شايفين طريقه وعامله ازاي؟ زي ما قلت لك درجه حراره الفرن من 180 ل 200، هتاخد حوالي ربع ساعه. شايفين الجمال؟ بجد طريقه تحفه. وبرده من التركايه المهمه جدا انك تغطيها اول ما تطلع، بتغطيها بحاجه عاليه شويه عشان الجبنه ما تلزقش فيها. اتمنى الفيديو يعجبكم، ويا ريت تجربوا الوصفه كده وتقولي رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده.